اليوم مشاهدينا الأعزاء سنلقي الضوء على مشروع جيوستراتيجي طموح أطلقه المغرب في نوفمبر 2023 يحمل اسم المبادرة الأطلسية. هذا المشروع الضخم الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس يهدف إلى ربط دول الساحل الإفريقي غير الساحلية مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد بالمحيط الأطلسي عبر ميناء الداخل الأطلسي العملاق الذي يجري تشييده حاليا في الصحراء الغربية. يعد هذا الميناء الواقع في منطقة خليج الركوبة أحد أبرز المشاريع البنية التحتية في المنطقة، حيث بدأت أعمال بنائه في أواخر عام 2021 بتكلفة تقدر بحوالي 1.2 مليار يورو. وصلت نسبة التقدم في الأشغال إلى 38% حتى اليوم، مع توقعات ببدء التشغيل بحلول عام 2028. تتجاوز هذه المبادرة حدود إنشاء ميناء بحري، إذ تسعى إلى إقامة ممر لوجستي بري يمتد لآلاف الكيلومترات يربط بين دول الساحل والمغرب، مما يعزز التبادل التجاري ويحفز النمو الاقتصادي في هذه الدول التي تعاني من العزلة الجغرافية. يطمح المشروع إلى إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي لمنطقة الساحل وتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية رائدة ضمن ما يعرف بالجنوب العالمي. يأتي هذا في سياق تنافسي جيوسياسي معقد، حيث تبرز التوترات مع الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو كعامل مؤثر في ديناميكيات المنطقة. شهدت الفترة بين عامي 2020 و 2023 تحولات سياسية عميقة في دول الساحل، تمثلت في سلسلة من الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أدت إلى إعادة توجيه هذه الدول نحو تحالفات جديدة، لا سيما مع روسيا كرد فعل على عزلتها الدبلوماسية من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإيكواس وبعض أطراف الاتحاد الإفريقي. في هذا السياق تعتبر المبادرة الأطلسية وفق تصريح وزير خارجية النيجر بكاري ياو سانغاري في أبريل 2025 فرصة ذهبية لدول تحالف الساحل مالي، بوركينا فاسو، النيجر الذي تأسس في سبتمبر 2023. وأشار سانغاري خلال زيارته للرباط إلى أن المغرب كان من الدول القليلة التي أبدت تفهما للوضع عندما واجهت دول التحالف تهديدات من الإيكواس. تعتمد دول تحالف الساحل حاليا على موانئ دول الإيكواس مثل بنين والتوغو والسنغال وساحل العاج وغانا لتأمين تجارتها الخارجية، لكن التوترات الإقليمية المتزايدة التي تجلت مؤخرا في سحب هذه الدول لسفرائها من الجزائر تعيق الوصول إلى هذه الموانئ. هنا يبرز دور المبادرة الأطلسية كبديل استراتيجي يوفر منفذا بحريا موثوقا. ووفقا لعبد الملك العلوي رئيس المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، قد تصل تكلفة المشروع إلى حوالي مليار دولار، مع خطط لإنشاء شبكة برية تربط المغرب بتشاد عبر موريتانيا، رغم أن المسار النهائي لم يحسم بعد. من جهة أخرى تشهد العلاقات مع موريتانيا تقدما ملحوظا، حيث اقتربت أعمال إنشاء طريق بري يربط المغرب بنواكشوط من الاكتمال، كما تتواصل الأعمال في الأراضي الموريتانية لضمان استمرارية الممر اللوجستي. على الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي يعزز المغرب مكانته كشريك موثوق لكل من إفريقيا وأوروبا. وترى البروفيسورة بياتريس ميزا من الجامعة الدولية بالرباط أن المملكة تستفيد من تراجع فعالية المبادرات الأمنية الأوروبية مثل بركة وتاكوبا لتثبت نفسها كلاعب رئيسي في الجنوب العالمي ضمن ديناميكية ثلاثية تربط الرباط بإفريقيا والغرب. في الختام، تعد المبادرة الأطلسية خطوة طموحة تعكس رؤية المغرب لتعزيز التكامل الإقليمي ودعم التنمية في الساحل، مع تعزيز دوره كمركز لوجستي ودبلوماسي في القارة. فما رأيكم في هذا المشروع؟ وهل تعتقدون أنه سيغير فعلا المعادلات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.